مفيش دولة قوية من غير ما يكون عندها جيش قوي. ولأن محمد علي مقتنع بالكلام ده كويس جدا، قرر إن هو يعمل أقوى جيش نظامي في فترته. محمد علي كان مركز في كل تحديثاته إن هو يعمل جيش على أعلى مستوى، جيش نظامي مش مجرد مرتزقة. والفكرة دي كانت أكثر إلحاحا بالنسبة له بعد ما خاض الحروب الوهابية. محمد علي لما رجع من الحروب الوهابية قرر إقرار تام إن هو هيبدأ يشتغل على إنه يكون عنده جيش نظامي. جيش نظامي متكون من عساكر وجنود وطنيين بجد بيحاربوا علشان البلد. الموضوع خد منه بعض المحاولات، ومش من أول مرة نجح محمد علي إنه يبني جيشه النظامي. الجيش اللي قدر إنه يكون سند وظهر محمد علي في استكمال بناء دولته الحديثة وتوسعاته على حساب الدول المجاورة. الجيش اللي كان في يوم من الأيام ظهر وسند للسلطان العثماني ذات نفسه. الجيش اللي خرج حروب بأوامر السلطان العثماني، ولكن للأسف هو الجيش اللي قرر محمد علي بيه يخرج حروب بدون أوامر السلطان العثماني أو على عكس رغبته بمعنى أصح. الجيش اللي كان سحر للسلطان، ولكن للأسف انقلب السحر على الساحر. وبسبب طمع محمد علي في استكمال بناء دولة كبيرة جدا تحت رايته، قرر في يوم من الأيام إنه يركز على منطقة كانت هي الشوكة اللي اتحطت في ظهره. مكان برغم إن محمد علي عاش كل حياته يحلم إنه يضمه، ولكن أول ما ضمه كان المكان ده هو السبب في سقوطه. إيه القصة وإيه الحكاية؟ كيف بنى محمد علي جيش مصر اللي قدر من خلاله يوصل إلى شبه الجزيرة العربية واليونان والشام ومناطق كتير جدا؟ كل ده اللي هتعرفه بإذن الله من خلال المحاضرة دي.